أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن دينامية إعادة بناء وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال تتواصل تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وقال أخنوش عقب ترأسه للاجتماع الرابع للجنة بين الوزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، إن الحكومة ستقدم في غضون الأيام المقبلة إجابات بشأن صيغ وكيفيات تدبير تداعيات الزلزال، سيما عبر تقديم مشروع الوكالة المخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج. هذا الاجتماع الرابع ديال اللجنه البين الوزاريه اللي بعد الواقعه ديال الزلزال. اليوم كان اجتماع مهم، حنا في اطار يعني تنزيل ديال واحد المشروع ديال الوكاله باش يعني تشتغل على هذه المناطق اللي هي الضرات كلها في المستقبل ان شاء الله، وغادي تقدم للحكومه في يعني في الايام المقبله، وهذا غادي يخلي انه يعطي جواب على يعني الكيفيه ديال التدبير ديال في المستقبل. وهاد يعني الوكاله لتنزيل كل ما جاء يعني وما تقدم لصاحب جلاله من الاستثمارات اللي خصها تكون في هذه المناطق. وكان كذلك نقاش انه نفكروا بانه كاين مرحله اللي هي اعاده يعني البناء السريع في هذا ما يخص المدارس والطرق، واحد العدد ديال الانجازات اللي خصها توجد واللي ان شاء الله غادي تشتغل ابتداء من الكونت 1/6/126 اللي قرروا صاحب الجلاله، وغادي نبداو نشتغلوا في اعاده ديال يعني البناء والتشييد. وغادي الاخوان الوزراء انهم مشتغلين باش يوجدوا البرنامج ديالهم يعني لتسريع هذا البرنامج. فيما يخص التنميه ديال المنطقه كذلك اجتماعات متسلسله غادي تكون ان شاء الله في يعني في الايام المقبله باش نقفلوا هذه المشاريع كلها اللي كاينه وتكون الورقات ديالها يعني موجوده باش نحاولوا ننزلوها كذلك في الاسابيع المقبله ان شاء الله في الميدان. اذا الديناميه يعني متواصله لاعاده بناء ما هدم، وكذلك التنميه ديال المناطق هذه الجبليه اللي تقاست تحت يعني معلوم حنا بالتعليمات ديال صاحب جلاله وبالتوجهات ديالو باش نهبطوا هذا الشيء كله الميدان. وشكرا لكم. تشهد وكالة بنك المغرب بالرباط توافد عدد كبير من المواطنين والمواطنات من أجل تقديم المساهمات التطوعية التضامنية لصندوق 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب، بما تفضل نسبة كبيرة المساهمة عبر الدفع الإلكتروني عن طريق القنوات الرقمية التي تتيحها الأبناك المغربية. المزيد في روبورتاج مروة بن حليمة ودريس بيوت. بنك المغرب بالرباط يستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين بشكل يومي، مواطنون راغبون في تقديم المساهمات التطوعية التضامنية لفائدة صندوق التبرعات الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، صندوق محدث في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة. تنفيذا التعليمات الملكية السامية على إثر الزلزال الذي عرفته العديد من جهات المملكة، تم فتح حساب خاص لدى بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة بهدف تلقي المساهمات التضامنية للمواطنين والهيئات العمومية والخاصة من داخل المغرب وخارجه. المساهمة في هذا الصندوق من داخل المغرب تتم عبر وكالات وفروع بنك المغرب، وكالات الخزينة العامة للمملكة والقباضات، ووكالات الأبناك التجارية، وذلك عن طريق القيام بتحويل بنكي عادي أو فوري سواء على مستوى الوكالات أو التطبيقات البنكية، الدفع نقدا مباشرة في الحساب أو بواسطة شيك. دفع المساهمات تتم نقدا أو عن طريق شيكات مصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المزاولين على المستوى الوطني، أو عن طريق البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة. طرق مختلفة للدفع، لكن يبقى الدفع النقدي عبر التطبيقات البنكية الوسيلة الأنجع بالنسبة للكثيرين. كنعرفوا دابا جوج المؤسسات البنكيه عندهم تطبيقات رقميه اللي كيمكنونا اننا بكليك واحد نقدروا نحولوا مبلغ مالي، هادشي اللي كيسهل عمليه التبرع للصندوق الذي تم احداثه
لإعادة تأهيل القرى المتضررة من الزلزال. الشيء اللي كيسهل المساهمه. المغاربه معروفين بالتضامن والكرم، راك شفتوا على عينيكم كلشي كاع جميع الناس كتضامن، كاين اللي كيساهم بالقليل وبالكثير، كاين اللي كيجمع مساعدات جمعيات، يعني بزاف ديال الناس ساهموا في هذا، عاونوا. بما ان صاحب الجلاله انشا الحساب البنكي ديال 126 اللي حتى هو يعني حتى الانسان بزاف ديال الناس كيساهموا فيه، وكاين عاوتاني لي بنك دايرين ديك لابليكاسيون بونكير، يقدر الانسان بلا ما يتعذب وبلا يقول يعجز كيساهم ديك خلال ديك لابليكاسيون بونكير اللي عنده في التليفون. هذه المساهمات التطوعية في الصندوق من شأنها إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة. صندوق يعد بمثابة مخزون احتياطي لمواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة مستقبلا. نعود مشاهدينا إلى أعمال اللجنة المكلفة بالبرنامج الاستعجالي الخاص بإعادة ترميم وتأهيل المنازل التي هدمها الزلزال مع كلثوم الحصية في هذه الشاشة التفاعلية. مشاهدينا أهلا بكم. خلال اجتماعها الأخير أكدت اللجنة البيوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات في مرحلة إعادة البناء السريعة التي ستشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل الزلزال. سيجري تمويل هذه المشاريع انطلاقا من الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، والذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وقد تم بشكل مبدئي إحداث وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، ستكون مهمتها الرئيسية تنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وكذا تنزيل الاستثمارات المرتقب إحداثها في المناطق المتضررة. وحسب رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات مسترسلة بهدف تنسيق الجهود ووضع اللمسات الأخيرة على التصور المتعلق بتنزيل المشاريع التنموية في المناطق المتضررة من أجل إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق. يعد هذا الاجتماع الرابع من نوعه لهذه اللجنة يروم الوقوف على مدى تقدم تفعيل وتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين، والذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية. وما تزال الجهود متواصلة لدراسة الآليات التي بوسعها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف جيدة وتنسجم تطبيقا للإرادة الملكية مع تراث وخصوصيات كل منطقة، مع التأكيد أن تأهيل المناطق المتضررة بشكل عام سيأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية والرفع من جودة الخدمات العمومية في أقرب الآجال وبالسرعة والنجاعة اللازمتين. هذا كل لدينا، شكرا لكم على المتابعة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية وكذا بالسهول الداخلية، كما يتوقع أن تتشكل كتل ضبابية ونزول أمطار جد خفيفة بكل من السهول الشمالية والوسطى وسواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال المنطقة الشرقية ومحليا فوق شمال الأقاليم الجنوبية. وسيلاحظ أيضا تساقط قطرات مطرية متفرقة قد تكون مصحوبة بالرعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر الغبار بالجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي وبالسواحل الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 28 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من